السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت تاني بواحد الوصفة اللي زوينة. غادي نشارك معكم وصفة ديال الكغاتان ديال الكخيب. كتجي زوينة بزاف، كونوا اكيدين غتعجبكم. كنتمنى تدعموا القناة ديالي بالاشتراكات ديالكم. بالنسبة للناس اللي كيجيو للقناة ديالي لأول مرة، خليو الاشتراك ديالهم باش يبقى يوصلهم كل جديد، ودعموا القناة ديالي بالتعاليق ديالكم الزوينة. وما تنساوش ما تنساوش توركوا على البصمة باش الفيديو ديالي يوصل لأكبر عدد من الناس. خليكم معايا تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الوصفة أول شيء غادي نوجدو لاصوص اللي غادي نعمرو بها الكخيب. لاصوص غادي نستعملو فيها، أنا استعملت هنا فيها الفلفلة حمراء والفلفلة خضراء اللي قطعتهم مربعات، وأيضا واحد البصلة اللي كبيرة حتى هي قطعتها رقيقة. وغادي ندير هنايا واحد الكمية ديال الصدر ديال الدجاج. بالنسبه اللي بغى يدير لاداند يديرو، سواء دجاج سواء لاداند اللي عندك، المهم كنقطعوه مربعات صغار. وغادي نستعملوا معاهم التوابل: السكنجبير، البزار، الفلفله حمراء، شويه الملحه، شويه الكمون، شويه بودره الثوم. المهم التوابل والكميه ديال لاصوص على حساب الاحتياج ديالك، وكل وحده كتعرف قياساتها ديال التوابل اللي كتستعمل. كناخذوا واحد المقله كنوضعوا فيها واحد 2 المعالق هكا ديال الزيت، وكنخليهم يسخنوا. ثم كنضيفوا عليهم البصله، كنحركوها شويه وكنغطيوها ونخليوها حتى تهبط لينا البصله مزيان. من بعد ما البصله كنحس بها انها طرخات وطابت شويه، كنضيف ليها الفلفله بنفس الطريقه حتى هي، كنحركها وكنغطيها ونخليها حتى هي تتهبط. عاد ننتقل باش نحط فيها باش نحط فوق منها الدجاج. خليكم معايا لاخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا دابا، هي البصله والفلفله راه تقريبا بدا كيدخلهم الطياب. كنضيف ليهم هذوك القطع ديال الدجاج، حيت البصله والفلفله كياخذوا شويه الوقت في الطياب، ماشي بحال صدر الدجاج راه دغيا كيطيب. كنوضعهم نحركهم هكا مزيان، وكنضيف ليهم التوابل كلها، وكنقص عليهم العافيه ونخليهم يطيبوا مزيان. كيف ما كتشوفوا راه ماشي بزاف وطابو. ها هما دابا واجدين لاصوص اللي غادي نستعمل. ها هي دابا واجده، طيبه وناشفه. صافي كنخليو هاد الصوص تبرد لاننا ما نستعملوهاش وهي سخونه. وبالنسبه للناس اللي ما موجدينش الكريب يوجدوه هو والصوص بيشاميل، عاد يدوزو يكونوا يشكلوا الكغاتان ديالهم. انا ديجا وجدت الكريب وحتى صوص بيشاميل وجدتها في الوقت اللي كنت كنوجد فيه هاد لاصوص ديال الدجاج والبصله، غير ما حطيتهاش لكم كفيديو دابا لانني ديجا حطيتها في القناه. غتلقاوها في صندوق الوصف، رجعوا ليها. اللي بغى يشوف الطريقه ديال صوص بيشاميل اولا ديال الكريب غتلقاوني حاطاه في صندوق الوصف. المهم المقادير الحوايج اللي غادي نحتاج: غنحتاج الكريب، وغنحتاج البيشاميل وهاد لاصوص اللي صايبت، وغنحتاج معاهم فروماج، وغادي نحتاج واحد المول اللي غنكون دهنته بشويه الزبده. غناخذ الكريب وغادي نوضع فيه هذيك لاصوص اللي انا ديجا صايبت صافي، وغادي نطوي الكريب على شكل مسمنه كيف ما شفتوا. الكريب كندير لاصوص فوق الوجه اللي كيكون يطيب هو الاول في المقله ديال الكريب، شتي. وكنلويها بحال هكا على شكل مسمنه وكنحطهم هكا جنب. كنستمر بالعمليه حتى كنكمل هذاك الكريب اللي عندي كله. كيف ما كتشوفوا انا الكريب اللي عندي كله درت فيه هذيك لاصوص، وننتقل باش نقادو في المول.
ها هي لاصوص بيشاميل هادي. باللي كنساليوها في الطياب كنضيفوا لها واحد شويه الزبده باش تبقى لينا هكا، ما ديرش واحد القشره الفوق. الا كنتي غتستعمليها هذيك الساعه ما توضعهاش في الثلاجه، ديري ليها واحد القطعه ديال الزبده هكا ذوبيها باش غادا تبقى لك طريه. وكان انا درت هنايا واحد 2 المعالق ولا 3 ديال صوص بيشاميل هما الاولين، ودرت معاهم الذره كتبقى كاضافه. اللي بغى يضيفها يديرها، اللي ما بغاش يضيفها صافي ماشي مشكل. الا كانت واجده ضيفوها كتعطي مذاق زوين. ودرت معاهم شويه ديال فروماج حمار هكا محكوك. صافي كنوضع هذوك القطع، هذوك الكريب اللي انا ديجا عمرته بلا صوص، كنوزعهم هكا في المول. من بعد كنوضع فوق منهم هذاك الكميه اللي بقات عندي ديال صوص بيشاميل صافي، وكنحاول نوزعها على الكريب كله، تنغطي بها الكريب اللي عندي كامل. ثم كنوضع فوق منها فروماج. في هذا الاثناء الفران راني شاعله باش كيسخن. هي صراحه الا كان واجد عندك الكريب هذا راه كتجيك ساهله، راه ما صعيباش، راه ساهل باش توجديها وكتوجد دغيا. حتى الفران كنكون شاعله يعني متوسط الحراره، كندخلها ليه كطيب بسرعه، ما كتاخذش واحد المده في الطياب لان المكونات اللي فيها راه كلهم طيبين. صافي كنخليوها في الفران حتى كيتحمر لينا، كنشعلو عليها من الفوق ومن التحت. وبالنسبه للناس اللي عندهم فران عادي يشعلوا يديروا المره الاولى يديروا المول فوق النار ومن بعد يهبطوه لتحت باش يتحمر لينا هو الفرماج. كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت راه كتجي رائعه المذاق ديالها زوين بزاف، وكونوا اكيدين ما غتشبعوش منها. انا غادي نقطع لكم واحد القطعه وتشوفوها كيفاش كتجي معلكه من الداخل، كتجي رائعه، واحد الكغاتان اللي كيجي زوين رائع. كنكرر لكم. بالنسبه للكريب غادي تلقاوه في صندوق الوصف، راه غنحط لكم الوصفه ديالو في صندوق الوصف. راه هو الكريب اللي استعملت فيها، وحتى الصوص بيشاميل راه حتى هي غتلقاوها في صندوق الوصف. لانني ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، خاصه انا عارفه بزاف الناس كتصايب الكريب وكتصايب الصوص بيشاميل، هادشي علاش ما بغيتش نطول الفيديو بزاف. كنتمنى الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم، وما تردوش في انكم تجربوا الوصفه ديالي، وما تنسوش انكم تدعموا القناه ديالي بالاشتراك ديالكم، وخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. وما تنسوش تضغطوا على البصمه باش الفيديو ديالي يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.